ما وقفش الفتوة بتاع المدرسة غير لما الجرس ضرب. بس قبل ما يخرج من الفصل جيل رمى إزازة تانية على مايك. جون ما كانش يعرف إن اللي مستنيه هو انتقام مايك اللي مش هيخلص. قبلها بأسبوع مايك كان لسه ناقل جديد في المدرسة دي، ولأنه كان في مكان جديد ما كنش مهتم بحاجة، دايما حاطط السماعات في ودانه ومبسوط وهو بيتعلم. بس جون اللي كان دايما مسيطر على المدرسة شاف إن ده غرور. في يوم جون بالغلط وقع مشغل الكاسيت بتاع مايك، واللي كان الحاجة الوحيدة اللي سايبها له أخوه اللي مات، أغلى حتى من حياته. ساعتها جون كان لسه بيضايق في الطلبة التانية وما خدش باله من النظرة الغاضبة في عيني مايك، لحد ما جون بدأ يشاور على طالب تاني في الفصل. المنظر ده فكر مايك بأبوه اللي كان بيغصبه يذاكر بنفس الطريقة. في اللحظة دي مايك فقد أعصابه ودخل في حالة غضب جنونية، ولأول مرة في حياته جون اللي كان دايما رئيس الفصل يتشخط فيه قدام الكل من طالب تاني. ومن ساعتها قرر إنه لازم يرجع كرامته. بعد المدرسة جون راح لمايك تاني علشان يتفادى أي مشاكل. مايك اعتذر له بنفسه واداه كل الفلوس اللي معاه، من غير ما يعرف إن كده بس هيخلي جون مقتنع أكتر إنه ضعيف. وفعلا تاني يوم أول ما مايك دخل المدرسة جون بدأ يتخانق معاه تاني، والسبب إنه ما جابلوش فطار، وكنوع من العقاب جون خد مشغل الكاسيت منه. الموقف ده ولع مايك غضب تاني، بس بدل ما يرجع له الكاسيت جون سابه يقع على الأرض وكمل يزقه بصباعه في دماغه. النتيجة جون اتضرب ضرب مبرح ومعرفش حتى يرد. بعد المدرسة واحد من زمايله قال لمايك إن جون ده مش غير واحد تافه وهيكيد له ناس أكبر منه علشان ينتقموا. من بكرة مايك كان مستني مشاكل ملهاش آخر،